في دولة صغيرة في أمريكا اللاتينية كان شعبها عايز يعيش في سلام، يزرع أرضه ويحكم نفسه. لكن للأسف أمريكا كان ليها رأي تاني تماماً. في بدايات القرن العشرين كانت نيكاراغوا تحت أنظار واشنطن، مش لأنها دولة غنية، لكن لأنها ببساطة كانت نقطة مهمة على خريطة النفوذ. مين يحكمها ومين يفتح موانئها ومين يقول الكلمة الأخيرة. كل ده كان بيتحدد مش في مناجوا لكن في البيت الأبيض. سنة 1912 قوات المارينز الأمريكي نزلت الشواطئ النيكاراغوية. قالوا إنهم جايين يحفظوا الاستقرار، بس الحقيقة إنهم جايين يحفظوا مصالح الشركات الأمريكية والبنوك. احتلال استمر أكتر من 20 سنة. وفي النص قامت مقاومة شعبية بقيادة راجل بسيط لكنه أسطورة، أوغوستو ساندينو. قرر يقاوم الاحتلال وفعلاً أجبر القوات الأمريكية تنسحب سنة 1933. بس الحرية دي كانت مؤقتة، لأن أمريكا زرعت نظام جديد بقيادة عائلة سوموزا، ديكتاتورية استمرت أكتر من 40 سنة تحكم بالحديد والنار بدعم أمريكي كامل. وفي السبعينات جيل جديد من الثوار الساندينيين قرر يمشي على طريق ساندينو، وفعلاً أسقطوا النظام سنة 1979. لكن أمريكا كالعادة ما سكتتش، مولت ميليشيات مضادة للثورة اسمهم الكونترا ومولتهم بطرق سرية، ودي كانت الشرارة اللي فجرت فضيحة إيران كونترا الشهيرة. نيكاراغوا كانت مجرد مثال صغير لدولة قالت أنا حرة، فكان العقاب إنها تتحول لساحة حرب بالوكالة. المشكلة مش في نيكاراغوا، المشكلة إن التاريخ ده لسه بيحصل حوالينا كل يوم بنفس الأدوات ونفس السيناريوهات، إحنا بس بنبدل الأسماء. لو عايز تفهم إزاي الدول بتتساقط من غير طلقة واحدة، استنى الحلقة الجاية من القائمة السوداء. بيكتب في الكومنت مين الدولة اللي شايف إنها الدور الجاي عليها، وما تنساش اللايك والشير. سلام.